بونجور البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بيان. السوجي تاعنا اليوم راح نهضروا فيه على حب الذات. شنو هو حب الذات وعلاش الناس تخلط حب الذات مع الانانيه؟ شوفي لا فيديو حتى لا فام، تنساوش ديروا لي جيم وابوني في لاشين. كاين بزاف بنات كبروا وهما يستمعوا. راكي تخمي في روحك انتي انانيه، تحبي روحك اسيبوا من انتي مغروره، انتي زواخه. الوغ واش ولاو يخافوا يحبوا روحهم، يخافوا يقولوا لا لا، يخافوا يحطوا حدود. بصح في الحقيقه حب الذات ماشي انانيه. حب الذات هو الامان، وهو النضج، وهو ارقى علاقه اللي تقدري تعيشيها في حياتك مع روحك. في لا فيديو هادية راح نهضروا على كيفاش تعيشي حب ذات صحي وراقي، بلا غرور وبلا قسوة، وبلا ما تكوني الطفلة هذيك اللي تزيد عليها، وبلا ايضا ما تحسي بالذنب. الوغ علاش الناس تخلط بين حب الذات والانانيه؟ الحاجه الاولى باسكو المجتمع هدايا يربي الطفله على العطاء المفرط. زعما الطفله المثاليه والمربيه والعاقله وبنت فاميليا هي اللي لازم تضحي وتصبر وتعطي بلا حدود. ونهار دير حاجه لروحها يقولوا لها واش تبدلتي وليتي تحبي روحك. عفايس كيما هادو، هاد الشي خطأ. النقطة الثانية علاش الناس تخلط بين حب الذات والأنانية؟ باسكو حب الذات عند بعض الناس يهدد التحكم ديالهم فيك. باسكو الشخص اللي يحب روحه ويعرف قيمة روحه ما راهوش رايح يخلي حتى واحد يتحكم فيه. وهنايا الناس اللي شغل اللي والفو توجور يسيطروا عليك زعما ويتحكموا فيك ما راهوش راح يعجبهم الحال، باسكو هذا التغيير راهو يشكل تهديد ليهم وهما يحبوا توجور السيطرة عليك. النقطة الثالثة باسكو بعض الناس صح يخلطوا بين حب الذات والغرور والزوخ. شغل ردوا الأنانية هدية أسلوب حياة، وقالوا زعما أنا نحب روحي. وهنايا الناس شغل تخلطت عليها المفاهيم هدية. تحب روحها تما تولي تحتقر الناس، تولي ما على بالهاش بالناس، تفضل اي حاجه مليحه ليها ماشي في الحدود. شغل تحقر الناس على حساب على حسابها، هي تولي تظلم الناس. النقطة الرابعة باسكو تربينا نحسو بالذنب بلا ما نفكرو في الراحة ديالنا. دي فوات نقولو كاين ناس تعاني وانا نفكر نرتاح. شغل تولي تخمي في المعاناة تاع الناس، وهكا انتي ما تريحي وما راكي راح شغل ما كي حتقدري تعاوني الناس. باسكو الراحة تاعك ما راهيش راح تنقص من المعاناة تاع الاخرين. الوغ المعاناة تاعك راهي رايحة تزيد غير الطين بلة، راكي رايحة تزيدي على روحك، ما راكي رايحة تقدري ديري والو للناس. دوكا نروح الجزء الثاني اللي نهضروا فيه على حب الذات. حب الذات ماشي رفاهية، هو اساس كلش، هو اساس حياتك واساس الراحة ديالك. النقطة الأولى حب الذات هو احترام. حب الذات يساوي احترام. كي تحبي روحك راكي رايحة تحترمي وقتك، تحترمي مشاعرك، تحترمي الجسم ديالك، طاقتك. ما كيش رايحة تسكتي على الإهانة، وما راكيش رايحة تبقاي في علاقات اللي راهي رايحة توجعك. النقطة الثانية هي حب الذات هو وعي. تفهمي نقاط القوة تاعك والنقاط تاع الضعف ديالك، ماشي تغطي على العيوب ولا تنكري الاخطاء، مي بصح وشنو تواجهي روحك بلطف. ما ديريش جلد الذات وتولي تلومي روحك وتقولي تردي السبة في كلش انتيا، لا لا. النقطة الثالثة هي حب الذات هو حماية. راكي رايحة تحمي روحك من الناس اللي تمد شغل اللي تدي من عندك وما تمدلك والو. تحمي روحك من التعب الزايد ومن المقارنات ومن جلد الذات. ودوكا راح نهضروا على 7 خطوات باش تولي إنسانة تحبي روحك بلا ما تكوني أنانية. النقطة الأولى قولي لا لا بلا خوف. لا لا ماشي قسوة، لا لا هي جدار الأمان ديالك. ما تخليش كلمة شغل بسهولة تطلع على حساب الراحة تاعك نتيا. النقطة الثانية كوني أول وحدة اللي تهتم بروحها، اللي تهتم بالنفس ديالها. ديري وقت للراحة ديالك، ديري وقت للقراءة، للجمال ديالك، للتأمل. ما تستنايش حتى واحد يمدلك قيمة لو كنتي ما تمديهاش لروحك. الوغ كوني انتي المصدر الاول للقيمة ديالك. النقطة الثالثة اكتبي نقاط القوة تاعك ونقاط الضعف ديالك. كوني صريحة مع روحك وقولي واش تحبي في روحك وواش
لازم تطوري هاد العلاقة الصادقة مع روحك، هي حب الذات الناضج والصحي. النقطة الرابعة، سامحي روحك. غلطتي نورمال، باسكو الناس كامل تغلط. المهم هو تتعلمي، ماشي تولي تجلدي في روحك وتلومي روحك وتعيشي في هذيك الدوامة. باسكو الانسان اللي يحب روحه صح راهو رايح يسامح روحه على الماضي ديالو. النقطة الخامسة، حبسي من المقارنات. حب الذات هدايا راهو رايح يموت كي تقارني روحك بالناس. انتيا في طريقك وهما في طريقهم. ما تقيسي حياتك بحتى وحدة ولا بحتى واحد. قيسي حياتك تاع اليوم، تاع الانسانة تاع اليوم بالانسانة اللي كانت بكري، وشوفي التطور اللي كاين في حياتك. النقطة السادسة، ديري حدود واضحة. حدود للمكالمات اللي تستهلك الطاقة تاعك. ديري حد للعلاقات التوكسيك اللي راكي داخله فيها، سواء صاحبتك سواء مع اي انسان واحد اخر. وديري حد لروحك كي تتمادي في جلد الذات، كي تولي غير تلومي في روحك لتما. ديري دي ليميت وحبسي. النقطة السابعة، كل يوم قولي كلمة مليحة على روحك. قولي أنا نحب روحي، أنا فخورة بروحي، أنا درت هاد الحاجة، أنا شريت هاد الحاجة بروحي، أنا كبرت، أنا تعلمت. هاد الكلمات السامبل واللي تشوفيهم بالك جايحين وتشوفيهم بالك تبهليل هدايا، هاد الكلمات هي راهي رايحة تعمر لك قلبك من الداخل، وراكي رايحة تولي تحبي روحك وتشوفي قيمة تاع روحك. على فان تاع الفيديو نقولك حب الذات ماشي انانيه وماشي غرور وماشي تجاهل للناس. حب الذات هو فن اللي تعيشي به وانتيا في سلام، هو اساس العلاقات ديالك ومفتاح ديالك الاول في الحياه. وكي تحبي روحك راكي رايحه تحبي الناس بطريقه صحيه، وما راكيش رايحه تضيعي كي تدخلي في اي علاقه. على بروشان فيديو ان شاء الله. باي باي، ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني في لاشين.